مين قدوتك؟ وده السؤال اللي لو سألناه للناس كتير منهم هجاوب غلط. اللي يقول لك ميسي، واللي يقول لك رونالدو، واللي يقول لك على شوية أسماء ملهاش علاقة بحياته أصلا. فلو أنت عايز تختار قدوة صح أو مش عارف تختار مين، فلازم تكمل الفيديو ده للآخر. طبعا كلنا متفقين إن قدوتنا الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا بكلمك عن الوقت الراهن وعن حياتنا في 2026. طب هل سألت نفسك أنت بتختار القدوة على أساس إيه؟ أو بناء على إيه؟ سواء كان ميسي او رونالدو او حتى شخص تاني، او حتى انت لسه ما اخترتش قدوه. في الفيديو ده هحكي لك على قصه اوعدك انها هتغير تفكيرك عن القدوه 180 درجه، واقول لك على صاحب القصه في اخر الفيديو. والقصه بتاعتنا بتبدا بشخص نشأ في عيله فقيره او على قدها مثلا نوعا ما، والشخص ده كان اصغر اخواته. هتقولي بس ده الدلوع بتاع البيت. هقول لك لا، دي مش الحقيقه. الحقيقه ان الشخص ده كان اكتر واحد متبهدل في اخواته، من شيل وحط ومرمطه. وهو كان اكتر واحد بيتضرب في اخواته، واكتر واحد كان بيروح مع والده الارض، بما ان والده كان فلاح، او بالمعنى الاشيك كان مزارع. وتنى على كده لحد ما بقى في سن المراهقه. ولما ما يكونش في شغل مع والده كان بيطلع يشتغل بره مع ناس غريبه، ما كانش بيقعد. وبالمناسبه ان الشخص ده بيشتغل من وهو في اولى ابتدائي، يعني لسه عيل صغير. من صغره هو معتمد على نفسه وشايل هم وهم مسؤوليته. ولما كبر شويه ودخل الجيش، كان كل اجازه بينزل يشتغلها، ما كانش بياخد من والده ولا جنيه. تخيل، يعني في جيش وبينزل يشتغل وما بياخدش من والده ولا جنيه. والله قمه الرجوله. ويخلص جيش ويطلع وما يقضيش فتره الا والده توفاه الله. طبعا والده كان مجوز كل عياله ما عدا ابنه الصغير، واللي هو بطل قصتنا النهارده. وبعد وفاه والده، الشاب ده قرر ان هو يتعلم مهنه او حرفه من الحرف. ولما اتعلمها كويس واتعلم فيها كل حاجة، قرر ان هو يستقل بنفسه ويفتح محلاته عشان ما يكونش شغال تحت رمحة حد. وشوية شوية الشغل بدأ يشتغل وبدأ يتعرف، وقرر ان هو ينتقل من الريف والارض اللي هو فيها للمدن وحضر، عشان يعيش واحدة من أقصى أيام عدت عليه في حياته، من أسوأ وتحمل ومشقة وتعب، لدرجة إنه كان بيحرم نفسه من حاجات هو بيحبها عشان يكبر حلمه. والراجل ده ما شاء الله عنده مكان المحل 4 و5، وعنده عربيات ومكون أسرة. العبرة من القصة مش إن الشخص ده عنده ملايين ولا مليارات، ولا إن الشخص ده عنده كام ولد، ولا إن الشخص ده عنده كام عربية أو كام محل، ولا إن الشخص ده سنه كام دلوقتي. العبرة إن الشخص ده حياته بدأت إزاي، وهو بدأ مشواره إزاي، وإزاي تحمل ضغط أهله، ضغط الظروف وطبيعة حياته، وإزاي عرف يقف على رجله ويكمل بعد ما ظهره انقطم بوفاة والده. والله يا جماعة، وفاة الوالد ده محدش يعرفها إلا اللي عدى بيها فعلا. صدمة كفيلة إنها تخلي أنجح واحد وأعلى واحد في المرتبة وتنزله لسبع أرض، وتبدله من أعلى حال لأقل حال. إنه مهما واجه صعوبات موقفش وكمل في طريقه. فهمت بقى العبرة من القصة؟ هتقول لي أيوه حلو الكلام، بس أنا برضو معرفتش إزاي أختار القدوة الصح. هقول لك حبيب قلبي على 7 نقط، وعايزك تركز عليهم كويس، لأن دول خلاصة الفيديو وخلاصة كلامنا ده كله. وآخر واحدة هي أهم واحدة فيهم. النقطة الأولى، القيم قبل الشهرة. لازم تختار شخص يكون عنده قيم ثابتة ومبادئ ما بتتغيرش، لأن القدوة ده لازم يكون عنده صدق وأمانة وتحمل مسؤولية، ومش شرط يكون مشهور. النقطة التانية، إن النجاح لازم يكون حقيقي مش مجرد مظاهر. اسأل نفسك، هل الشخص ده ناجح بتعب واجتهاد ولا جت معاه ضربة حظ؟ النقطة التالتة، اختار اللي طريقه شبه طريقك. القدوة لازم يكون في نفس المجال اللي انت عايز توصل له أو حتى قريب منه. النقطة الرابعة، اختار اللي عدى بأزمات وكمل. الشخص اللي بيعدي بأزمات ومواقف صعبة وما وقفش، اعرف ان الشخص ده قدوة مثالية. النقطة الخامسة، ان القدوة لازم يكون تأثيره ايجابي على الناس. هل الناس لما بتشوفه بتحبه وتتمنى له خير، ولا كل ما تشوفه تقعد تدعي عليه بالفشل؟ ومش لانه ناجح، لا، لانه ظالم ومتكبر. النقطة السادسة، اختار اللي ممكن تتعلم منه. يعني تقدر تقلد عاداته ولو مش بشكل كلي، تقلد عاداته يعني بمعنى عام من التزام وانضباط. النقطة السابعة بقى والأهم، إن مفيش إنسان كامل. النقطة دي لازم تعرفها كويس. فعلا مفيش إنسان كامل. أي قدوة هتلاقي عنده مشاكل وهتلاقي عنده حاجات وحشة. مش معنى إني بقول لك قلد القدوة إن القدوة بيكذب يبقى أنت بتكذب. لا، أنت تبص لنص الكوباية المليان، تاخد من كل شخص الحلو وتسيب له الوحش. بس كده. كان معاكم عمر ناصر، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. إيه ده؟ استنى، ده نسيت أقول لكم على صاحب القصة. أقول لك عليه
ولا اقول لك؟ قول لي انت بقى، تعرف مين صاحب القصة بتاعت النهاردة؟